مرحبا. إذا خوتي خواتاتي، غانا كتوجه واحد الضربة قاضية للبوليساريو، حيث أعلنت جمهورية غانا رسميا، وسطروا لها رسميا، على القرار ديالها بتعليق العلاقات الدبلوماسية ديالها مع ما يعرف بالجمهورية الوهمية اللي هي البوليساريو. جاء هذا الإعلان هذا في واحد الوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، وتم التوجيه ديالها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية. إذا صفعة مدوية تلقتها اليوم البوليساريو، وعلى رأسها الداعمة ديالها ماماها الجزائر. وكتضمن هذه الوثيقة الرسمية هذه قرار جمهورية غانا بإبلاغ حكومة المملكة المغربية من جهة، والاتحاد الإفريقي من جهة أخرى، ومنظمة الأمم المتحدة من جهة ثالثة، بهذا الموقف هذا على الفور عبر القنوات الدبلوماسية. إذا الفرحة في الرباط والبكاء في الشيراتون. وكيظهر هذا الإجراء الرسمي هذا حرص غانا على إعلام جميع الأطراف المعنية بهذا القرار بشكل فوري وواضح للجزائر. وأيضا أعربت الجمهورية في الوثيقة الرسمية نفسها عن الدعم ديالها للجهود الصادقة اللي كتبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف. وكيعد هذا الإعلان هذا عن الدعم تأكيدا على موقف غانا المؤيد للحل السلمي والجهود اللي كتبذلها المملكة المغربية في هذا السياق. ومن الجدير خوتي خواتاتي بالذكر بأن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بالجمهورية الوهمية سنة 1979. هذا التحول هذا كيشير إلى الموقف الغاني من الاعتراف بالجمهورية الوهمية إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية معها. يذكر أيضا خوتي خواتاتي أنه وبفضل الجهود والزخم اللي أطلقه الملك محمد السادس حفظه الله، الملك محمد السادس قاهرهم لقضية الصحراء المغربية، قامت 46 دولة من بينها 13 دولة إفريقية بقطع أو بتعليق علاقاتها مع الجمهورية الوهمية منذ عام 2000. وكيوضح هذا الرقم هذا حجم التأييد الدولي المتزايد لموقف المغرب وجهوده في قضية الصحراء. إذا الجزائر غادي هذه الليلة تبات بلا نعاس، والشيراتون راه فيه العاول والصياح والبكاء، والفرحة تعم المملكة المغربية العقبة الدول أخرى إن شاء الله تحدو حدوى غانا، ويتم الاعتراف الكلي للدول الإفريقية بمغربية الصحراء. إذا الفرحة في الرباط والعزاء في الشيراتون. إلى اللقاء.